كتبدا القصه في واحد المدينه كلها مشاكل. كتفيق واحد البنت واللي سميتها انا، وبين عينيها صورة امها اللي ماتت وهي مازال صغيره. البنت حياتها مقلوبه، عايشه بوحدها، ومول الدار كل نهار كيدق عليها بحال شي ريفاي، كيقول لها يخلى دار شرك تخلصي الكريه تجمع حوايجك في ميكا. انا كنت حاط رزقها كله في واحد القهوه صغيره، مشروع العمر اللي كان غادي وكيرجع للور. في نفس الوقت في واحد العالم اخر ديال الاصفاد والبوليس، كاينه واحد البوليسيه خطيره واللي سميتها شارلين. هاد شارلين شاده واحد خونا حصلته كيبيع المخدرات في الدرب. الدري بغى يدير فيها واعر، وبدا كيهددها بواحد السميه غريبه ديال واحد خونا سميتو نومي. قال ليها الا عرف شكون انت غادي تولي في خبر في العناوين. شارلين دارت راسها ما سمعت والو وما مسوقاش ليه. من بعد مشات عند صاحبتها انا للقهوه، هما جالسين كيدخل عليهم واحد خونا مبوكس طوله والجريدات تقول خارج بشي مسلسل تركي. انا قلبها بدا كيضرب وقالت واخيرا جا هاد الكليان. شارلين بدات كتغمزها، شوفي راه قريب ياكلك بعينيه، باين فيه طاع على وجهه، ولكن انا عندها عقده من الرجال كبر من داك الدين اللي عليها. دارت راسها ما شافت والو. بالليل انا جالسه مع باها كتعاود لي على نهارها الكحل. واحد اللحظه كتسمع شي تقرقيب في الجرده، وكتلقى راسها غير هي وباها اللي جالسين تما. طاحت ليها فكره في بالها، قالت ياك ما بغا يتزوج واخيرا غادي يقلب الصفحه. قررت تفاجئو وتمشي تشوف شكون هاد السعيده اللي خاطفه لي قلبه، ولكن الصدفه ما لقاتش سعيده ولا والو. لقات سعيد وباها طلع السيد ما صافيش. انا خرجت من الدار كتجري، عيطت لشارلين وقالت لها تلاقيني في القهوه دابا، راه عندي لك واحد القنبوله. في القهوه شارلين جابت معها شويه من داكشي ديال المخدرات اللي شدات عند خونا، وقالت ليها هاكي ضربي بعدا واحد الجوال باش تبردي اعصابك، وبدات كتواسيها باسلوبها الخاص. عارفي صاحبتي ما عندكش الزهر معوج، باك ميتلي عليك كريدي وما عندك حتى واحد في حياتك، ولكن صبري راه كلشي كيفوت. بغاو يمشيو لديورهم، ولكن انا مع الصدمه والنشوه طيحت داك الجوال على الارض، والقهوه شعلت فيها العافيه. المشروع ديالها تحول رماد في 2 دقائق. شارلين قالت ليها جيبي معك واحد الغطا ديال المخده واجي عندي. الغد ليه شارلين لبست لانا داك الغطا على راسها بحال شي مخطوفه، وبدات كدور بها في الطوموبيل في واحد المنطقه غريبه. انا ما فاهمه والو، حتى نزلات ولقات واحد البنت وجهها كله زرقيه ولكن فرحانه وكتقول واو كانت مضربه واعره. قدر رجع عاوتاني. دخلوا واحد البلاصه مظلمه، وانا لقيت راسها وسط واحد البنات عشرات مع الصبين كيفرقوا 2 بنات في واحد الحلبه ديال القتال. شارلين قالت ليها بعدي من ديك خيتي اوليفيا راه كتفطر بالبنات وكتعشى بهم، وفعلا اوليفيا هرست لواحد البنت عينيها بلا رحمه. شويه دخلت الام ديال داك المجرم اللي شدته شارلين وبدات كتعير فيها وكتقول ليها نتلاقاو غدا في الحلبه. شارلين قبلت التعدي، انا بغات تهرب من داك الحماق ديالهم، ولكن عبير الحكمه ديال الحلبه شدتها وقالت ليها القانون هنا كيقول حتى وحده جديده ما كتخرج بلا قتال. انا ما عندها حل، يا تقاتل مع شي وحده مبتدئه كتبان بحال شي فراشه، يا تقاتل مع عبير اللي غريضه بحال شي دب. بدات المباراه مع الفراشه، سلموا على بعضياتهم بابتسامه. واحد اللحظه ديك الفراشه تحولت لوحش وخنقت انا برجليها حتى غابت على الوعي. فيقا واحد الدكتور سميتو باركو، خو عبير هو الرجل الوحيد اللي مسموح ليه يدخل لهذا النادي. عبير دخلت لواحد الغرفه، انا تصدمت ملي لقات صورة امها معلقه على الحيط. طلع ان امها هي اللي اسست هذا النادي ديال القتال السري باش البنات يخرجوا الغضب ديالهم. شارلين وراتها فيديو ديال امها كتقول الا تعلمتوا تقاتلوا هنا غادي تربحوا في الحياه ديما. انا قررت تكمل الطريق، ولكن خاصها مدرب. مشات لواحد البار ولقات واحد السكران سميتو ميرفي كيدير حركات بهلوانيه. لو كان برد العقابي حبس الشراب. شارلين قالت ليها ما تحكميش على الكتاب من الغلاف ديالو. انا مشات عنده وطلبت منه يدربها. ميرفي ضحك عليها، ولكن ملي 2 خوتنا تحرشوا بها وضرباتهم بواحد الطريقه خلاتهم مصدوم. قرر يدربها. التمرين الاول ترست اللحى بيدها، بقات كتدرب ساعات حتى نجحات. من بعد تحدات اوليفيا اقوى وحده في نادي القتال من بعد شهرين. كلشي قال ليها راكي حمقى. الايام دازت وانا كتدرب بلا توقف. ربحت اول قتال ليها ولصقت اول دولار على الحيط، ولكن المشاكل ما بغاش تسالي. البنك رفض يعطيها قرض والمالك ديال الدار طردها. جا نهار القتال الحاسم. اوليفيا كانت كتلعب انا بحال شي دميه، ولكن كل ما طاحت انا كانت كتنوض. حتى لواحد اللحظه اوليفيا عيرتها وقالت ليها انتي ضعيفه بحال امك. ديك الكلمه كانت بحال شي شراره. انا ناضت وخدمت دماغها بالمعنى الحرفي وبدات كتضرب اوليفيا براسها حتى جابت ليها الكاو. ولكن الفرحه ما كملاتش. البوليس جاو، الام ديال داك الدري هي اللي بلغات عليهم. انا خلات كلشي يهرب وبقات بوحدها بحال شي قبطان كيغرق مع السفينه ديالو. السجن تفاجات بلي الكفله تخلصات. البنات كلهم جمعوا الفلوس باش يخرجوها. انا قررت ما تسلمش ومشات للمحكمه، وتصدمات ملي لقات القضيه هي نعومي، ديك المقاتله الاسطوريه اللي عمرها خسرات. نعومي غمزاتها وتاجلت القضيه ورجع ليها النادي. من بعد 3 شهور انا حلت قهوه جديده وعامره بالزبائن ورجعت للنادي ديالها كبطله. الفيلم كيسالي وهي وصاحبتها شارلين كيتقاتلوا في الحلبه، كيضحكوا وكيضربوا بعضياتهم. النهايه واعره. القصه بدات بالدموع وسالت بالانتصار والصداقه والحقيقه. وحتى لنا كتسير القصه ديالنا. دوزو بخير،
السلام عليكم.